كان فيه أيضا اليوم خبر اعتقال لويزا حنون. لويزا حنون ترأس حزب عمالي يسمى حزب العمال، وهو حركة تروتسكية شيوعية أنا لا أتفق معها إطلاقا في أي من أفكارها، بل أني خصم لها لأنها هي ضد الهوية وضد قناعات الشعب الجزائري ومن من 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 الفئات التي هي في الحقيقة ضد الوطن وضد قناعاته. لكن وأنا أقول هذا وأنا أنتقدها على المستوى السياسي، لا أسمح ولا أتفق وأعارض أن يتم اعتقالها وسجنها من طرف العسكر، من طرف الجنرالات. لو كان قضاء عادل وارتكبت هي جريمة، سواء امرأة أو رجل، صغير أو كبير، يدفع الثمن. لكن أن يعتقلها الجنرالات بتهمة الإساءة للجيش أو التآمر ضد الجيش، هذه تهمة أو عبارة فضفاضة إلاستيك تتوسع مطاطة تقدر تستخدم ضد أي كان. ولذلك نحن نعترض على محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية، بل نعترض حتى على وجود المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية هي محكمة خاصة، والمحاكم الخاصة ما فيهاش حرية التقاضي وما فيهاش عدالة حقيقية. في كل مكان الدولة الحقيقية، الدولة المدنية، الدولة التي تحترم الناس، تكون فيها قضاء واحد. سواء كنت عسكري، كنت مدني، كنت بوليسي، كنت جدارمي، كنت يحاكمك القاضي المدني هو اللي يحاكم كل شيء. هذه المحاكم العسكرية وهذه البدع لا توجد في الدول المحترمة. ما فيش دولة محترمة في هذا العالم فيها محاكم خاصة. المحاكم هي واحدة، والقاضي هو القاضي العادي أو القاضي العام. إذن فنحن في رشاد ندين، هذا باسمي وباسم الحركة، حركة رشاد، ندين اعتقال المدنيين ومحاكمتهم أمام محاكمة عسكرية، بل لا نعترف حتى بالمحاكمات العسكرية. يقدر واحد يقول لك وكان هنا نلتقي مع توفيق أو مع طرطاق. أبدا، نحن بالنسبة إلينا توفيق مجرم، لكن ليس أنا نقول هذا، لكن على القاضي العادل أن يثبت ذلك. ولو كان غدوة يجي قاضي عادل ويثبت أنه مش مجرم، سنعترف بالحكم وسنقول ما دام في قاضي عادل وما دام في محاكمة عادلة سنعترف بالحكم. لكن أنا قناعتي الراسخة أنه مجرم، وليس مجرم فقط، أحد أعظم المجرمين اللي عرفتهم الجزائر على الإطلاق في تاريخ هو توفيق، ويأتي من بعده السعيد وطرطاق والبقية. لكن ما بين المواقف لازم الناس تميز، لازم الناس تميز. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام على أن لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل، الإنصاف. بعض الناس يقول لك كيفاش تقدر تدافع على لويزا حنون وهي تروتسكية شيوعية؟ ما دام سمحوا لها وما دام موجودة في العمل العام فأنا أدافع عليها بغض النظر عن إيديولوجيتها. أنا ضد إيديولوجيتها في المطلق وأعارضها في المطلق في أفكارها، وأعرف أنها لا علاقة لها بالمجتمع الجزائري، وأعرف أنها ضد هوية الشعب الجزائري في المجمل. لكن هذا شيء والإنصاف شيء آخر. إذا كنا ندافع فقط على من نحب أو من نريد أو من يتبعنا أو من هو معنا في نفس الإيديولوجيا أو نفس الأفكار، فهذا ماناش منصفين. هذا رانا نديروا واش نحبوا احنا، يعني رانا هذا الهوى. الإنصاف هو أن لا تنظر إلى الآخر في أفكاره ولا في ألوانه ولا